علي بابا واللصوص الأربعون. حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة. كان هناك أخوان يدعيان قاسم وعلي بابا. عاشا قديما في إحدى مدن بلاد فارس. عندما توفي والدهما تزوج قاسم بابا من ابنة تاجر ثري، وعندما توفي هذا التاجر ورث قاسم أمواله، وتزوج علي من امرأة تدعى مرجانة، وكانت فقيرة للغاية لكنها ماهرة جدا في الوقت نفسه. وكسب علي بابا قوت يومه من جمع الأخشاب في الغابة. وفي أحد الأيام بينما كان علي بابا يحمل أخشابه ليأخذها إلى المدينة، سمع صوت حوافر خيول ورأى 40 فارسا يقتربون. أفزع مجهد الرجال علي بابا واختبأ سريعا في الأحراش، وعندما اقترب الرجال أكثر رأى علي بابا أن خيولهم كانت محملة بالثروات، وتوجهوا بخيولهم إلى واجهة صخرة كبيرة. وصاح قائدهم: افتح يا سمسم. ظهر فجأة في الصخرة باب عريض يؤدي إلى كهف. توجه ال40 لصا إلى الداخل، وانغلق الباب خلفهم. اندهش علي بابا مما رآه، وبعد فترة قصيرة فتح الباب مرة أخرى، وغادر الرجال في الاتجاه ذاته الذي شاءوا منه. عندما تأكد علي بابا من مغادرة الرجال اقترب من الصخرة وكرر الكلمات: افتح يا سمسم. ظهر الباب ودخل علي بابا، فوجد نفسه في غرفة ضخمة مليئة بالسجاجيد الجميلة ولفائف الحرير وأكوام الذهب والجواهر. عبأ علي بابا أكبر قدر يمكنه حمله من العملات الذهبية، وعاد إلى زوجته. اقترض علي بابا ميزانا من أخيه ليزن الذهب، وأثار الأمر فضول زوجة أخيه، فأرادت أن تعرف ما الذي سيزنه علي بابا، فغطت الميزان بطبقة من الشمع. وعندما أعاد علي بابا الميزان وجدت عملة معدنية ملتصقة به، فأخبرت زوجها أن علي بابا قد أصبح ثريا الآن، وأظهرت له العملة الذهبية. ذهب قاسم بابا للتحدث مع أخيه، وأخبره علي بابا بكل شيء حدث له عند الصخرة الكبيرة. وذهب قاسم بابا إلى الكهف وحده، وقرر: افتح يا سمسم. انفتح الباب العريض كما قال علي بابا، ودخل قاسم مذهولا بكل الثروات التي رآها أمامه. وقضى وقتا طويلا هناك يجمع كل ما يمكنه حمله من هذا الكنز. كان الباب قد انغلق خلفه، فصاح قاسم بابا قائلا: افتح يا بم بم. ظل الباب مغلقا، فقد نسي قاسم بابا كلمة السر، وأخذ ينطق بالكثير من الكلمات الأخرى: افتح يا شعير، افتح يا قمح. لكن الباب لم يتحرك، وحبس قاسم بابا بالداخل. في اليوم التالي عاد ال40 للصف، ووجدوا قاسم بابا هناك، فتخلصوا منه سريعا. شك علي بابا فيما حدث، فدفن أخاه وعاد للكهف لأخذ المزيد من حقائب الذهب. بدأ اللصوص يلاحظون اختفاء بعض الذهب، فذهب قائدهم إلى المدينة ليعرف هل هناك من توفي قريبا، وإن كانت الإجابة بنعم فمن هو. وعندما يعرف اللصوص ذلك سوف يكتشفون شريك الرجل المتوفي. وبعد فترة قصيرة علم زعيم اللصوص بشأن قاسم، وتمكن من الوصول إلى باب علي بابا، وميز الباب بالطباشير الأبيض، وعاد إلى الكهف ليخبر اللصوص بكل ما علمه. رأت زوجة علي بابا علامة الطباشير على الباب، وأحست بخطر الماء، فأخذت قطعة من الطباشير الأبيض ووضعت علامة على كل الأبواب الأخرى في المدينة. وفي هذه الليلة عاد ال40 لصا إلى المدينة عازمين على قتل علي بابا، لكنهم عندما وجدوا أن كل الأبواب عليها علامة بالطباشير الأبيض أصابهم ارتباك شديد. وفي اليوم التالي عاد الزعيم، وتمكن ثانية من الوصول إلى باب علي بابا، وحرص على أن يتذكره هذه المرة. ثم عاد إلى الكهف، وأعد ال40 لصا جرارا كبيرة ليختبئوا بداخلها، وملأوا إحدى هذه الجرار بالزيت، في حين اختبأ اللصوص 39 في الجرار الأخرى. حمل الزعيم هذه الجرار على ظهور بغال قادها إلى المدينة، مدعيا أنه تاجر زيت، ووصل إلى منزل علي بابا، وطرق عليه متوسلا أن يسمح له بالدخول ويمنح غرفة لينام فيها تلك الليلة. اصطحب علي بابا الرجل إلى الداخل، ووضع الجرار مع الحيوانات خلف المنزل.
ذهبت مرجانة خلف المنزل للحصول على بعض الزيت. سمعت مرجانة همسا في الجرار، فعلمت أن في كل جرة لصا مختبئا، فأحضرت الزيت وسخنته حتى غلى، وصبت منه في كل جرة، فمات اللصوص جميعا. عادت مرجانة بعد ذلك وسكبت بعض السم في الكوب، وقدمته لزعيم اللصوص، الذي شربه وسقط أرضا على الفور. غضب علي بابا من زوجته، لكنها سحبت عباءة الزعيم، موضحة لعلي بابا الخنجر الذي خبأه ليقتله به، وأخبرته أيضا عن اللصوص 39 المحبوسين في الجرار بالخارج. شكر علي بابا زوجته وحمد الله أن وهبه زوجة حكيمة مثلها، وعاشا معا في سعادة، وهم يأخذون سرا من الثروة العظيمة التي لا تزال مخبأة في الكهف.